كنت جعانه بالليل ودعبست لي في التلاجة كده لحد ما طلعت بطبق الكبد والقوانص ده. فشوحت بقى يا جماعه بصلايه في حته سمنه حلوه كده، وحطيت عليها بقى معلقه صغيره من السكر عشان انا عايزاها تتكرمل شويه. بعد كده بقى نزلت بالقوانص بعد ما قطعتها حتت صغيره جدا، وبعد ما البصل يا دوبك خلاص. في المرحله دي بقى نزلت بفصين توم مهروسين كده يا جماعه، وعايزاكم تشموا الريحه، يعني والله يا ريتكم كنتوا معايا. شوحت بقى الكبده في جنب لوحدها كده لحد ما اللون الاحمر ده يختفي تماما، وبعد كده بقى هقلبها مع القوانص والبصل. والتاني مره يا جماعه هقول لكم يا ريتكم كنتوا معايا وشامين الريحه التحفه دي. ابتديت بقى احط البهارات، ملح وفلفل اسود كزبره وبس كده، مش محتاجه اي حاجه تاني. بعد بقى ما خلصنا الكبد والقوانص تعالى اقول لكم تعملوا احلى طريقه للرز تنفع قوي مع الاكل. اول حاجه بقى شوحت لي بصلايه كده مع شويه من السكر في حته سمنه حلوه. بعد كده بقى نزلت عليها ب2 مرقه دجاج هيفرقوا قوي في الطعم، وشويه من الكركم وشويه من الكاري. وبعد كده بقى جبت طماطمايه وبشرتها يا جماعه، ما عصرتهاش عشان دي مهمه جدا. وعايزه